الحديث عن التجارب الفنية في منطقة الخليج العربي وفي الدوحة وفي قطر لابد أن نتوقف مع الفنان حسن الملا. مساك الله بالخير. الله بالخير ومرحبتين فيكم وفي ربعنا الأوليين الشياب وإن شاء زين. والله في حاليا يعني في ملتقيات كثيرة ونلتقي يعني كل واحد صار يشتاق حق الثاني والحنين الأولي إن شاء الله يرجع أكثر وأكثر بإذن الله. طبعا ما الأشياء الجميلة أحيانا ترجع بإرادتنا. نعم. إحنا اللي نرجحها. طبعاً. ولذلك أنت قلت كلمة حلوة، الملتقيات الفنية. يعني أنا أشوف اليوم ملتقى في مصر، ملتقى في قطر، ملتقى في السعودية، ملتقيات. هذه الملتقيات اللي هي بالفعل تجمعنا بحب. نعم. لأنها بدون رسميات وبدون يعني الروتين الإداري، فري كأنك في رحلة. أيوة يا أخي، شوف الحين حاليا يعني في مؤسسات ما شاء الله، يعني مؤسسات كثيرة سواء في قطر ولا في مصر ولا في السعودية ولا كذا كذا. يعني أنا مثلا كل سنة كان 4 دعوات تجي مثلا من أوروبا من كذا. كم الواحد مثلا إذا بيروح مثلا الدنمارك قبل شهرين راح في الدنمارك، جاتنا رسالة إن في ملتقى فني كذا حق العرب والأجانب اللي في الدنمارك. رحنا هناك وتعرفنا على الناس وكذا ورسمنا في الطبيعة وكذا كذا. ويعني طلعنا مثلا العراقيين كانوا كثيرين في الدنمارك، فهم كانوا تبنوا اسمها الملتقى، وتعرفنا على الكثير وتعرفنا على الفن في الدنمارك وكذا مع العراقيين. فالواحد يجدد يعني دائما. مثلا في أسوان قبل أسبوعين في أسوان، وفي عندك بعد الشهر الجاي إن شاء الله في جورجيا وماشي. لأن هاي الفن يعني أنت مثلا أنا كفنان أنا قاعد مثلا ما أنتظر الحكومة توديني ولا كذا كذا، كلها كم 2000 ريال 300 ريال 3000 ريال توديني وتجيبني 10 أيام ومع ضيافة ومع كل شيء، كلها هي 3000 ريال 4000 ريال يعني ولا شيء. وميزة الملتقيات أيضا أن أنت تشوف زملاء، تتعرف على فنانين جدد، تتعرف على بلد جديدة كل شيء نعم جديدة. نعم، تواصل أهم شيء التواصل. أهم شيء لا تكون كسلان قاعد في بيتك. نعم صحيح. الأستاذ حسن، أنت يعني نتكلم عن تأسيس الحركة التشكيلية في قطر، وأنا يعني أتذكر أنت مع جيل أوائل الفنانين. أيوة. جاسم زيني، يوسف أحمد، فرج دهام، كثير من الفنانين. محمد علي. كيف كانت ذيك الفترة؟ ذيك الفترة كنا عقب ما تخرج أو قبل أن نتخرج مثلا من الكليات كذا، كنا نلتقي في نادي الجسرة في البداية. يعني نادي الجسرة كان الأستاذ الراحل الفنان الرائد جاسم زيني كان عضو في نادي الجسرة، كان هو مسؤول عن الفن التشكيلي في النادي. فدائما يتصل فينا فين لوحاتكم مش عارف ايه، بدل ما قاعدين في بيوتكم يبوها نوديها في النادي كذا. وتم المعرض يتم هناك يمكن سنة 2 3 موجود، يعني كأنه أصبحت صالة رسمية وتضم كل الفنانين القطريين موجودين. فهذا من ذلك اليوم احنا بعدين فكرنا في تأسيس الجمعية القطرية للفنون التشكيلية. وطبعا هي كانت أول جمعية في قطر، هي جمعية تشكيلية القطرية، وما زالت يعني احنا متمسكين فيها، والحكومة قالت يلا ما دام متمسكين فيها خلوا معاكم. نعم. فالحمد لله يعني وما زالت يعني اشتغلنا فيها. أنا جاسم زيني كان صار رئيس، أنا صرت بعد فترة طويلة رئيس، وبعدين اللي عقبنا فرج دهام يعني ومحمد علي وهكذا دواليك. وما زالت الجمعية موجودة ولكن بقوة أقل يعني. طيب أتذكر أيضا كانت في مجلة تعتبر من أهم المجلات التشكيلية العربية الحقيقة، وهي التشكيل القطري. التشكيل القطري أيام. نعم. أنا كنا يعني كنت رئيس، قررنا أنا ويوسف أحمد كان معي
سوينا المجلة هذه، وكنا نتقبل مثلا مقالات ومواضيع من جميع أنحاء، من جميع الفنانين العرب يعني. أنا أتذكر كتبت فيها إيه، أنت كتب عبد الرسول سلمان وآنوس وأحمد ومجموعة ومن سوريا من مصر. كان في غلاف مشهور على مجلة التشكيل العربي، التشكيل القطري، وهي لوحة كده رجل أسمر بحار كما يبدو أو شيء من هالقبيل. ايه التحدي. نعم، تحدي هذه حق الفنان الراحل بعد يوسف الشريف. نعم الآن تذكرت. والآن موجودة هي في كتارة، مسوين لها جدارية كبيرة إلى نفس اللوحة. الحين راح نشوف هناك بإذن الله. شكرا لك أستاذنا العزيز الغالي. وهذا جزء من المرسم. طبعا المرسم هو المحترف الفني اللي يؤدي فيه الفنان عزلته الفنية ويمارس فيه الأعمال الفنية اللي تختلج في ذاكرته. تكلم عن المطافي. مركز المطافي اللي احنا فيها الآن. نعم، مركز المطافي. هذا المركز في طبعا كان أول عبارة عن إدارة الدفاع المدني، وفي طبعا حق الحرائق والحرائق كذا، ومن هالمركز. ولما طبعا قدم اللي هو المبنى قدم كذا، أمرت الحكومة إلا أن تحوله إلى مركز ثقافي فني فني تابع لوزارة المتاحف والآثار في قطر. طبعا برئاسة اللي هي سمو الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، فهي وسعت يعني المجال لكل قطريين إن يعملوا معارضهم في هذا المركز، وتعطينا احيانا مثلا اللي هو المراسم الفنيه، واحد مثلا يقعد فيها شهرين 3 أشهر، اقامات واحد مثلا يقعد 3 سنوات. انا من النوع اللي مثلا اعطوني كذا، وحين مرت علي 3 سنوات وحصلت فعلا المجال الكبير اللي انا امارس فيه الفن. جميل. يعني المحترف الفني هذا أيضا من ضمن الدعم اللي يحصل عليه الفنان، ويكون مثل الوقود بالنسبة له. يعطيك طاقة، لأن أنت تمتلك المكان وتمتلك الخلوة الفنية والعزلة الفنية اللي تعيش فيها حالة من الإبداع الفني. فأنا ضربت مثل على هالشيء. قال الفنان كاللاعب الكرة، انتم تبنون له مثلا الملاعب الكبيره والاستادات والاولمبيات ومش عارف ايه. يا اخي اعطوا الفنان التشكيلي كذلك شيء يمارس فيه فنه. زين، يعني كلاعب، انا كفنان لابد انا انتج، ولابد انا انتصر، لابد ان يعني هكذا. شكرا لك.